السلام عليكم متتبعين قناة وصفات سليم. مرحبا بكم معايا في قناتي اللي كتزدهر نهار على نهار بالوجود ديالكم وبالتتبع ديالكم والتشجيعات ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف ومرحبا بكم في الحصة ديال اليوم معايا في دار الشباب حي السلام. غادي نوجد البنات هاد البسطيله ديال الدجاج بزواق بريستيج. فايت لي شاركت معاكم بسطيله ديال الدجاج بشكل مغاير. في هذا الشكل هذا جديد اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم الطريقه ديال هذا الشكل هذا ان شاء الله. فاول حاجه عندنا الدجاج بايت مشرمل، عندنا البصله كنقطعوها. بالنسبه للدجاج عندنا 2 فرارج من وزن 2 كيلو ونص، وبالنسبه للبصله عندنا 3 كيلو ديال البصله. بالنسبه للتشرميله ديال الدجاج شرملناها كيف ما فايت لي وشرملت معاكم البسطيله ديال الدجاج. شرملناها بالهريسه، القزبر والمعدنوس، الثومه، العطريه ديال الدجاج، 2 ضامات ديال البنه كنور ديال الدجاج، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير. بامكانكم ترجعوا الفيديو ديال البسطيله وتشوفوا الطريقه ديال التشرميل ديال الدجاج بالتفصيل. انا ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف. فالدجاج بايت عندنا مشرمل بهاد العطريه هذه كامله اللي قلت لكم، السمنحار والزعفران والهريسه والقزبر والمعدنوس والثومه، والعطريه ديال الدجاج معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم الصفر، وزيدنا شعيره شويه ديال الزعفران شعره. بالنسبه للبصله 3 كيلو ديال البصله، الدجاج 2 فراج من وزن 2 كيلو ونص. فمن بعد ما خلطنا هاد البصله فما تبقى من الدجاج فغادي نديرو داكشي كامل يطيب في القميله، ما غاديش نمرقوهم. فالبصله غادي تطلق الماء وغادي يطيب لنا غير في ديك الماء ديال البصله غادي يطيب الدجاج باش ما يجيناش باسل. غنزيدو نص كاس ديال الزيت وغنزيدو معلقه اخرى ديال السمنحار. بالنسبه للزيت بغيتو ديروا زيت بلديه اولا زيت المائده كيبقى الذوق ديالكم. عندنا هاد المعسلات اللي غادي نزوقوا بهم بسطيله. عندنا الدجاج ها هو طاب حيدناه. بالنسبه لهاد البصله هذه كنزيدوها معلقه كبيره ديال القرفه، وكنزيدوها معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وكنزيدوها حبيبات ديال المسكه الحره، وكنخليو هاد البصله هذه تعسل شويه. من بعد عاد غادي نقطروها الا كان باقي فيها شي مرقه وعاد كنستعملوها. بالنسبه للدجاج هو هذا كيفتوه البنات، كنفتوه بهاد الطريقه هذه، كنحيدوا منه العظم بصفه نهائيه. عندنا نص كيلو ديال اللوز اللي فسخناه وقليناه في الزيت وهرمشناه. كنزيدوه 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي و2 معالق كبار ديال القرفه. بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم، بامكانكم تزيدوا اكثر من هكا ديال السكر. حنا دابا حيت غنزيدوها واحد الاضافه اللي كتزيد لذه البسطيله ديالنا، غادي نزيدوها الحليب النسلي، غنزيدوها نسلي كراميل. عندنا البيض ديال السمان غادي نزينوه به، وعندنا البريوات والمحينشات. ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقه سهله جدا ديال البريوات معسلين كتجي راقيه وفنه ولذيذه في فيديو قادم ان شاء الله. غادي نديرو لكم خاص بواحد العقده، واحد الحشوه غزاله ديال بغيتو ديروا بها بريوات اولا محنشات اولا اللي بغيتو، كتجي معلكه وفنه. انتظروا الفيديو القادم ان شاء الله. بالنسبه لهاد الدجاج من بعد ما فتتناه والبصله من بعد ما قطرناها مزيان من المرق ديالها، فكنخلطوها كامله بهذا الشكل هذا. وعندنا بيضه اللي غنلصقوا بها الورقه ديال البسطيله. فكناخذوا 4 ديال الورقات كنديروهم هكا في الجناب، وورقه وحده كنديروها الوسط هي اللي كنطراسيو بها الحجم ديال البسطيله. كنديروه قد هاد الورقه هذه، كنقادوها مزيان هاد البصله والدجاج. من بعد كنزيدو هاد اللوز والقرفه، كندير نص ديالو، وكندير النيسلي كراميل كيزيد واحد اللذه وواحد المذاق وواحد التعليكه رائعه للبسطيله. جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم. فاللي ما عندهاش نيسلي كراميل بامكانها ما ديروش، هذه غير كاضافه زدتها لهاد البسطيله هذه ديالي باش يكون عندها واحد اللوغو خاص
واحد المذاق مميز رائع جدا. فمن بعد ما كندير الحليب نسلي كنولي نزيد ما تبقى من اللوز. عندي هنا نص كيلو ديال اللوز. بامكانكم ديروا حتى الكيلو الا ربع ديال اللوز. كل ما قويتوا اللوز في البسطيله ديال الدجاج كل ما كتجي لذيذه وغزاله. بالنسبه للورقه كنمونطيوها بحال هكا، كنلمطوها مزيان. من بعد عاد كنزيد واحد جوج ورقات هما اللي كنزيدوهم من الفوق، حيت هاد البسطيله عندي كبيره فكندير لها جوج ديال الورقات. كندهن مزيان بالبيض باش يلصقوا لي الورقات ديال البسطيله وما يتهزوليش في الطياب. ومن بعد عاد غادي نديرو داك الديكور ديال البسطيله اللي شفتوا معايا في المقدمه ديال الفيديو. فكناخذوا هاد الورقات ديال البسطيله كنلمطوهم مزيان باش يغطيو لنا ديك العيوب. فبالنسبه للورقه هنايا استعملت كيلو الا ربع ديال الورقه ديال البسطيله. هاد يعني هاد البسطيله كبيره بهذا الحجم هذا هزت لي كيلو الا ربع ديال الورقه. فبهاد الطريقه هذه خلينا قسمت النص ديال الورقه درتو في الاول والنص خليته حتى مونطيت به في الاخر. كنخلي 6 ديال الورقات ديال البسطيله اللي غادي ندير بهم هاد الشكل هذا اللي تشوفوا معايا. غنقطع هاد الجوانب ديال الورقه اللي قاصحين وكنشبر هاد الورقه هذه بحال اللي كنجمعها وكنشدها من المنتصف من الوسط ديالها بحال شي شواشه وكندير البيض وكنلصقها. ضروري ومؤكد اننا نديرو البيض نلصقو به، لان الا ما لصقناهاش ملي غندخلوها للفران ديك الورقه كامله غادي تهز. فضروري اننا نلصقو بالبيض البيض. كنكملو كاملين بهذا الشكل هذا بحال الشواشه. كناخذو نديرو لديك الورقه ديال البسطيله صحيحه ما كنقصو منها والو، كنحيدو لها ديك الجناب القاصحين وكنجمعوها من الوسط وكنلصقوها هكا. وديك الاطراف كنحشيوهم تحت من البسطيله باش يبقاو ثابتين. كنديروا 6 ديال هاد الورقات اللي بهذا الشكل هذا. من بعد كنغطيهم بجوج ديال الورق ديال الطبخ وكندخلهم للفران باش ما كتحمر ليش الورقه ديال البسطيله من الفوق قبل ما طيب من التحت. كطيب من التحت عاد كنحيد ديك الورقات وكنخلي البسطيله تحمر على خاطرها. فالفرن كنديرو من احسن العافيه مهيله باش طيب لي البسطيله على خاطرها وتجيني الورقه مقرمشه. من بعد كنزين ببريوات معسلين والمحينشات حتى هما معسلين والبيض ديال السمان، ورق الذهب، اللوز ايفيلي والورد البلدي والسكر الثقيل. بالنسبه للبريوات والمحنشات انتظروا الفيديو القادم ان شاء الله. غادي ندير لكم الطريقه ان شاء الله غادي تعجبكم. بالنسبه لهاد السكر الثقيل كنديرو في هاد البلايص هادو اللي درت لهم هاد الديكور. والبيض ديال السمان حتى هو كنديرو في الجناب وكندير حتى في الوسط. كندير اللوز ايفيلي من الفوق والورد البلدي. هذا هو الزواق ديال البسطيله ديالنا ديال اليوم. ان شاء الله تحمر لكم وجهكم مع الضيوف ديالكم وتوجدوها لما لا في عيد الفطر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي الحبيب. من تكون عندكم شي عراضه شي مناسبه ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف بزاف. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير زوينين ديالكم اللي كيخليوني دائما نقدم لكم الافضل. اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يشترك في القناه. بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وحبابكم. بسلامه عليكم، كنبغيكم بزاف وعواشركم مبروكه.